وأما المعنى الثاني فالله سبحانه وتعالى المسلم على عباده، فهو عز وجل يسلم على أهل الجنة، فيقول سبحانه: سلام قولا من رب رحيم. وهو سبحانه وتعالى المسلم على أنبيائه ورسله: سلام على المرسلين. وقال: وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال سبحانه وتعالى: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على آل ياسين، وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى هو المسلم على أنبيائه، وهو المسلم على رسله، وهو المسلم على أهل الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. الجنة هي دار السلام، هي دار السلامة من الآفات، فأهل الجنة سالمون من كل نقص، ومن كل سقم ومرض، ومن كل أذى، ومن كل هم وغم وضيق، لأن دارهم هي دار السلام، وسلمت من الآفات وسلمت من النقائص، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي سلمها لهم، وهو الذي جعلها سالمة مما يكرهه الناس ومما يتضايق منه الخلق، فجعل الجنة في أعلى درجات الكمال، فهو واهب السلام سبحانه وتعالى لأهل الجنة. دين الإسلام هو دين السلام، لأنه يدعو إلى طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله وامتثال أمره واجتناب نهيه، وبهذا يسلم الإنسان من العذاب ويسلم من العقوبات الدنيوية والأخروية. وأما من لم يتحاشى الوقوع في الذنوب وفي الآثام فإنه لا تسلم له دنياه أو لا تسلم له أخرى إن سلمت له دنياه القصيرة الفانية.